هذا هو الفحل ابو الخلاخل اللي خلى كل شيء بلا عقل. القصه ديالنا بدات من بجعد، خديت الكار الواتزم خريبكا وكازا حتى وصلت لبن سليمان، والوجهه الاخيره كانت عين تيزغا لاول مره في موسم الطلبه. راه تيلبسوا الاخوان دابا غادي ندخلوا عندهم اللوطاق. مشيت اللوطاق ديال المقدم مراد فراعي والابن ديالو المقدم محمد فراعي. 3 ايام قضيتها معاهم في الكواليس، عشت معاهم التنظيم الاحترام والجو العائلي اللي قليل فين تلقاه. الصربه جمعات بين الشباب والكبار. حائز عند ميداليه الذهبيه دار سلام كاين شي 5 ولا مقدم واخا تيبان صغير كيعرف كيفاش يهضر مع الركاب ويخليهم قراب ليه بحال صحابو. الاخر تشوف هذا الشيء اكثر من هذا الشيء الله الا قنا بالعمر. شوفوا واش غادي ما ندير شي بلاصه. قربات الساعه والركاب كيلبسوا، وفي نفس الوقت الخيول كتنجم وتتسرج والجمهور كيتسنى. امر ما سمعش نداء ما يخرج. هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. جاه الله والرمى والطلبه. اللحظه اللي كتمشي فيها الصربه المحرك كتسمع غير الدقات ديال القلب. الحماس شاعل حيت هنا البارود وجهه كحل ومعاه العز والهيبه.